بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الكلام على الشناقة هو كلام يجب أن يكون من أعلى الهرم إلى أسفل الهرم. ليست هناك فئة في المغرب، ما كاينش غير فئة واحدة هي اللي مسؤولة على تشنقة أو شنق المواطن، بل كنلقاو الشناقة في جميع المجالات. كنلقاو حزب شناق، حكومة شناقة، الناس في البرلمان أيضا كيكونوا شناقة، المحتكر يعني في مجال الاقتصاد شناق، وكيوصل الأمر إلى الأسواق اللي كاينة في البلاد كتلقى فيها أيضا الشناقة. يعني في الأسواق اللي كتبيع بالكرو ولا لي كروسيست، هذوك الناس اللي كيبيعوا بالجملة، ولا لي ديستريبيتور يعني الموزعين، وكتوصل حتى الرحبة ديال الغنم. فحنا دائما كنمشيو لهذاك الشناق الصغير وكنساو الشناق الكبير. ومن يحمي من؟ يعني هذا الشناق الصغير واش كاين شي حماية؟ معناه كيتلقى حماية من الشناق الكبير. ومن يدفع الشناق الكبير على أنه يرسخ هاد المصيبة ديال التشنق، يرسخها، يعني تولي سلوك عادي يومي لا يحاربه القانون بواحد الشكل او بواحد الكيفيه صارمه. هذاك الشناق الكبير شكون محرشو؟ شكون كيملي عليه؟ واش كيتلقى املاءات خارجيه ولا جهه في المغرب كتضغط عليه وكتقاد ليه الطريق وكتقول له هيا شنق مع راساتك، وفي نفس الوقت ساعد هذوك الشناقه اللي تحت منك حتى هما باش يشنقوا. والضحيه شكون؟ هو المجتمع المغربي، ولا سيما واحد الفئه عريضه ديال الناس اللي كينتميو للطبقه الوسطى وطبقه تحت منها منعدمه. دابا اكثر من النص ديال المجتمع المغربي هو طبقه وسطى، والمشكل بدات كتظهر عندنا طبقه اخرى، طبقه معدمه ما عندها حتى زبده. هذاك الانسان اللي كيلقى بعدا ما ياكل وما يشرب وباش يخلص الضوء وباش يخلص الماء، طبقه وسطى، ولكن راه عنده مشاكل. ولكن هذاك الانسان اللي ما عندوش باش يكري، ما عندوش ما ياكل، ما عندوش باش يتكسى، هذاك طبقه اخرى ظهرت في المغرب، وماشي غير في المغرب، اني ظهرت في العالم الراسمالي، يعني الراسماليه المتوحشه، الراسماليه المجرمه التي لا تمتلك لا ادب ولا حياء ولا سلوك ولا اخلاق ولا قيم ولا مشاعر ولا احاسيس، ولا هم يحزنون. يعني هاد التشنقات راه جايه من الامريكان، الراسماليه العمياء، ووصلت الى المغرب بمجرد ما دار هذيك الاتفاقيه ديال يعني الاتفاقيه التبادل الحر مع امريكا، وثم حاولت حكومات على راسها الحكومه ديال خنوش، وربما حكومات سابقه، على انها تدخل النموذج الامريكي في السياسه وفي الاقتصاد. وها نحن نرى ما اصاب الشعب الامريكي، واقسم بالرب الذي لا اله الا هو، اكثر شعب ضحكوا عليه في العالم هو الشعب الامريكي، زيد عليه الشعب المغربي اللي هو الاخر اللي اصبح كيدفع الثمن بسبب هذه الراسماليه الملعونه والمجرمه.